الحكاية بتبدأ مع رهبان الشاولين وهم بيعزوا الأشخاص المساكين اللي ماتوا في الحرب ما بين الصين واليابان. بعد العزا الرهبان انطلقوا وسط أرض المعركة عشان يدوروا على الناجين، لكنهم حسوا باليأس لأن كل الناس ميتين ومفيش أي حد عايش إلا شخص واحد بس لقوه بالصدفة وسط التراب. لما الرهبان كانوا بيفتشوا المكان اتفاجئوا بكتيبة من الجيش الصيني منطلقة بسرعة ومتجهة للمدينة، وهنا بنقابل الراهبين كونج ونينج. الاتنين دول كانوا مشرفين على اللاجئين من الحرب وبيوفروا لهم اكل وشرب من مدرسة الشاولين. بس فجأة كتيبة الجيش اقتحمت السوق بدون سابق انذار. قائد الكتيبة اسمه الضابط ين، ووصل هو واتباعه لانه بيدور على الجنرال الياباني الهربان. طبعا كل الناس اتصدموا وحسوا بالرعب من اللي حصل، وهنا بنعرف ان الجنرال الياباني قرر يتسلل ويستخبى في مدرسة الشاولين لان الرهبان هيدافعوا عنه. لكن من سوء الحظ الضابط ين لمحه وامر جنوده يقتحموا مدرسة الشاولين من غير ما يحترم المكان. طبعا الرهبان اتعصبوا بشدة، حتى كونج وقف الحصان الخاص بين ومنعه من انه يدخل، وفي النهاية ين نزل من على الحصان وقاتل كونج وش لوش. في البداية الاتنين كانوا متعادلين لانهم ماهرين بالفنون القتالية، لكن نينج انضم لصديقه وفازوا بالمعركة. فالضابط ين اخرج مسدسه وهدد بقتلهم، وهنا كل الجنود وقفوا احترام لان الجنرال هو قائد الجيش الصيني ظهر. هو دخل مدرسة الشاولين وشاف القائد الياباني وهو مستخبي ما بين ايد الرهبان وطلب انه ياخده معاه، لكن كبيرهم قال انه تحت حماية المدرسة وممنوع اي حد يلمسه. حتى القائد الياباني اعلن استسلامه واعطى الجنرال هو كل فلوسه وممتلكاته، لكن هو الغدار غفله وقتله بالمسدس. فالرهبان حسوا بالغضب من خيانته وشافوه وهو خارج من مدرستهم مع مساعده الضابط ين بدون ما يقتلوه لانهم بيحبوا التسامح والسلام. بعد ما القائد الياباني مات الجنرال هو والضابط ين عملوا احتفال كبير وتم تكريمهم من اهل المدينة. وهنا ين قال له ان في ضباط انجليز معاهم اسلحة متطورة وعايزين يعرضوها للبيع، فهو وافق على طلبه وانطلقوا في طريقهم. لكنهم قبل ما يوصلوا قابلوا الجنرال سونج. سونج واحد من جنرالات الجيش الصيني لكنه بيكره هو وعايز يخلص عليه عشان ياخد مكانه. بعد ما هو وسونج انهوا كلام مع بعض الضابط ين جرب الاسلحة الانجليزية وانبهر بقوتها المدمرة، لكنه اول ما سأل عن السعر الضابط الانجليزي قال انه هيسلمهم الاسلحة ببلاش مقابل انه يبني قطر بيوصل للعاصمة الصينية. طبعا الجنرال هو اتعصب ورفض بشدة، اما الضابط ين وافق على طلب الانجليز. وهنا هو مسكه خنقه وقال له انت لو سمحت لهم يبنوا قطر بيوصل للعاصمة ممكن يخونونا في اي لحظة ويسرقوا كل اموالنا ويقتلوا رجالتنا. فين سمع كلامه وهو متضايق من تصرفه. بالليل الجنرال هو اتفاجئ ان بنته كانت بتلعب ووقعت على الارض، فزعق للخدم وفضل يهزر معاها ومع زوجته. ده غير انه اتفاجئ انها رسمت له رسمة جميلة وقالت انها بتحبه. لما هو كان بيضحك مع زوجته وبنته وبيقضي معاهم وقت ممتع فجأة الضابط ين ظهر وطلب انه يتكلم معاه. ين قال ان الجنرال سونج عزمه على الغدا لكنه في الحقيقة عامل له كمين وعايز يخلص عليه عشان يبقى هو الجنرال الوحيد للجيش. فهو اتعصب وقرر انه لازم يقتله قبل ما يغدر بيه وطلب من ين يجهز الجنود. طبعا اول ما زوجة هو عرفت انه هيغدر بسونج طلبت منه ياخد حذره ويخلي باله من بنته لانها ممكن تتأذي، فهو وعدها انه هيحميها هي وبنتها مهما كان الثمن. بالفعل هو وعائلته حضروا احتفال الجنرال سونج، واول ما وصلوا البيت عائلة سونج رحبت بيهم في سعادة كبيرة وكلهم قعدوا يتعشوا مع بعض. لما هو سونج اتكلموا هو اتفاجئ لان سونج اعتذر على افعاله وقرر انه يعمل معاه معاهدة سلام وما كانش عايز يغدر بيه. لكن اول ما سونج وصلته رسالة من مساعده عرف ان هو عامل له فخ، فامر زوجته وابنه يخرجوا مع زوجة هو وبنته ويسيبوهم يتكلموا على انفراد. وهنا سونج قال انه عايز يصالح هو ومش عايز يغدر بيه، لكن هو ما صدقهوش وضربه بالنار. وهنا بنعرف ان في مجموعة سفاحين حصروا البيت وبدأوا يخلصوا على كل الحراس. السفاحين دول كانوا تابعين للضابط ين الخاين لان هو اللي وقع الجنرال هو في سونج عشان يخلصوا على بعض، وبكده هيبقى الجنرال الرئيسي للجيش. للاسف السفاحين حصروا المكان كله وهاجموا عائلة هو وسونج بدون رحمة، فالجنرال هو استجمع قوته وانطلق عشان ينقذ زوجته وبنته. ده غير انه استخدم مهاراته بالفنون القتالية عشان يشق طريقه وسط السفاحين. وهنا بنعرف ان زوجته فقدت الوعي وهي بتدافع
تدافع عن نفسها. اما بنته حست بالخوف وجري بعيد. طبعا هو حاول ينجو بحياته، لكنه اتفاجئ ان قائد السفاحين بيطارده وما كانش عايز يسيبه في حاله، ومع ذلك استمر في الجري لحد ما لقى بنته اخيرا واخدها في عربيه بحصان وانطلق بيها وسط الجبال. لكن قائد السفاحين تتبعه بدون توقف وفضل يخبط في عربيته لحد ما كانت هتقع مع بنته على الصخور. وهنا هو استخدم اخر جزء من طاقته وقفز بشجاعه عشان ينقذ بنته. اما السفاح افتكر انه مات لانه ما كانش لاقي ليه اي اثر. في النهايه هو نجا باعجوبه مع بنته. اما زوجته زحفت لحد ما وصلت لمدرسه الشاولين وفقدت وعيها على الابواب. تاني يوم الجنرال هو اخذ بنته وراح جري لمدرسه الشاولين عشان يداوي جروحها. واول ما الرهبان شافوها بداوا يعالجوها باستخدام الابر الصينيه. ده غير ان زوجته هي كمان فاقت من الغيبوبه وجريت عشان تطمن على بنتها. بس للاسف بنته هو قضت الليل كله في البرد وحالتها الصحيه كانت سيئه جدا، لكنها قبل ما تموت ودعت والدها ووالدتها اللي فضلوا يعيطوا وترجوا الرهبان ينقذوا حياتها بس بدون فايده. وهنا الجنرال هو فقد اعصابه ودخل في حاله غضب هستيريه بسبب وفاه بنته. حتى زوجته لطخته بالقلم وقالت ان كل اللي حصل ده بسببه. في النهايه هو بدأ يقاتل الرهبان وقال انه هيخلص عليهم كلهم لانهم فشلوا في انقاذ حياه بنته. فالرهبان استخدموا تشكيله دفاعيه وكتفوا الجنرال هو بدون ما يأذوه لحد ما فقد الوعي من الحزن ووقع على الارض. تاني يوم هو فاق من الغيبوبه واتمشى وسط الحقول بدون هدف وما كانش عارف هو رايح فين، لكنه وقع بفخ صيد الحيوانات من غير ما يقصد. وهنا بنقابل ووداو طباخ بسيط. الرهبان لقوه وسط ضحايا الحرب وانقذوا حياته. ده غير انه سمع صوت وقوعه هو بالحفره ووعدوا انه هيخرجه. بالفعل وداو اخرج هو وداوى جروحه. بعد كده طبخ له عشان يتغدى لانه ما اكلش من ساعات طويله. وهنا وداو قال لهو ان جنازه بنته هتتعمل قريب، فهو بدأ يبكي لما افتكرها. في الوقت ده بنعرف ان الضابط ين اترقى واصبح الجنرال الوحيد للجيش بعد ما خان هو ووقعه بسونج. مش بس كده، ده خلص على كل اتباعه الاوفياء ووضع جايزه ماليه كبيره لاي حد يقتله. اما هو كان قاعد لوحده بعد جنازه بنته، فوداو دخل عليه وعرفه انه بقى خارج عن القانون وفي على راسه جايزه ماليه. فهو قام ومسك المقص بدون كلام وبدأ يقص شعره. هو عمل كده لانه قرر يبقى راهب. حتى وداو شجعه واتمنى له التوفيق. بالفعل هو وقف قدام مدرسه الشاولين لساعات طويله لحد ما كبير الرهبان وصل هو وتلاميذه. في البدايه الراهب نينج قال لهو انه جنرال حربي بيحب قتل الناس وما ينفعش يبقى راهب، لكن كبير الرهبان وافق على انضمامه ليهم وقالوا انه لو التزم وما خالفش القوانين هيبقى راهب عظيم. من تاني يوم هو بدأ الشغل مع وداو وكانوا بيوصلوا الاكل لفقراء المدينه. وهنا هو حس بشعور غريب لانه اول مره يساعد شخص مسكين. لما هو كان مروح شاف الرهبان بيتدربوا من بعيد لكنه ما اتمرنش معاهم لانهم بيكرهوه بسبب اللي عمله في الماضي. اما وداو استمر في الطبخ للفقراء، بس الغريبه انه كان بيستخدم الكونج فو في طبخه. واول ما هو لاحظه ساله هو اتعلم فين، فوداو كشف انه كان واحد من حراس الامبراطور الاوفياء لكنه كان بيحب بنته وعايز يتجوزها. بس اول ما الامبراطور عرف طرده من القصر. فهو حس بالحزن لما سمع قصته وبدأ في قراءة تعاليم مدرسة الشاولين واتمرن على الكونج فو بساحة التدريب. لكنه اول ما لاحظ ان الرهبان وصلوا قرر يمشي. وهنا الراهب نينج طلب منه يتمرن معاهم لانه بقى واحد منهم. بالفعل هو اتعلم اساسيات الكونج فو وغير حياته تماما لانه كان جنرال حربي عديم الرحمة واصبح راهب بسيط كل الاطفال والكبار بيحبوه. بالليل كان في طفل بيتدرب على الكونج فو واول ما هو شافه قرر انه يتمرن معاه عشان يحسن مهاراته القتاليه. وهنا بنعرف ان وداو هو وكبير الرهبان بيراقبوهم من بعيد. وكبير الرهبان قال ان هو اتغير واصبح شخص طيب بيحب الخير للجميع. فوداو وافق على رايه وقال انه هيبقى واحد من افضل الرهبان في التاريخ. تاني يوم الصبح بنعرف ان الضباط اتخانقوا مع ين لانه سمح للانجليز يبنوا قطر متجه للعاصمه. وهنا السفاحين اتباع ين خلصوا على واحد من الضباط اللي بيعترضوا على افعاله وخلاهم كلهم يسكتوا من الرعب. بالليل هو الراهب نينج عرفوا من الفقراء ان في شباب مختفيين ومش لاقيين ليهم اي اثر،
ظهر، فهو انطلق عشان يدور عليهم وسط الغابة، وبالصدفة لمح اشخاص كتير ميتين وسمع الجنود وهم بيعذبوهم، فخرج فجأة واظهر نفسه. طبعا الجندي اترعب منه لانه كان جنرال الجيش، واخد نفسه وجري عشان يبلغ ين انه لسه عايش. بعد ما الجنود مشيوا، هو عرف من الاسرى ان ين الندل وافق على بناء قطر متجه للعاصمة عشان يساعد الانجليز، وبسبب كده في شباب كتير اتخطفوا من اهلهم واضطروا يشتغلوا غصبا عنهم في بناء قضبان القطر. فهو حس بالغضب واخد كل الشباب المتوفيين ورجعهم القرية من جديد، لكنه اول ما وصل اتفاجئ بامهات الشباب وهم بيعيطوا عليهم بحرقة شديدة، وما كانش عارف يتصرف ازاي. تاني يوم كبير الرهبان اعلن ان هو تخطى كل الاختبارات واصبح راهب في مدرسة الشاولين بشكل رسمي، فهو بكى من الفرح لانه حقق هدفه اخيرا. تاني يوم جيش كامل من الجنود هجموا على القرية، وكان معاهم ين الخاين لانهم عرفوا ان هو لسه حي وجايين يقبضوا عليه، فهو قال للرهبان انه هيسلم نفسه ليهم من اجل انقاذ حياة الناس الابرياء. وهنا نينج وباقي الرهبان حيوه على شجاعته. بالفعل ين اقتحم مدرسة الشاولين بدون سابق انذار وبدأ يدمر كل حاجة في طريقه، لكن فجأة هو ظهر مع كبير الرهبان، واول ما شاف ين لطخه بالقلم لانه خانه وتسبب في موت بنته. طبعا ين الندل اتعصب وقال له انه هيخليه يندم على اللي عمله. بعد كده اخده معاه وخرج من مدرسة الشاولين بدون كلام. بالليل ين اتكلم مع هو وقال له انا اتعلمت منك كل حاجة اعرفها، لكنك كنت بتستهزأ بيا لاني ضعيف. بعد كده مسكوا ضربوا بدون رحمة، ده غير انه احضر زوجته في قفص وقال انه اخدها رهينة من ايام طويلة. طبعا هو حس بالحزن واعتذر لزوجته على كل حاجة حصلت لان هو السبب. في الوقت ده الرهبان راقبوا جنود الجيش وهم بيخطفوا الشباب عشان يشغلوهم في بناء قضبان القطر الانجليزي، وقدروا انهم يغفلوا الحراس وهجموا بسرعة البرق ونزلوا فيهم طحن بدون رحمة. لكن فجأة السفاحين اتباع ين ظهروا وانضموا للقتال. اما ين حاول يغرق زوجة هو قدام عينيه عشان يعذبه اكتر واكتر، لكن من حسن الحظ في ضابط ظهر وطلب من ين يحضر باسرع وقت لان الرهبان هجموا على الجنود. وهنا هو استغل الفرصة وانقذ زوجته من الغرق على اخر لحظة. في الوقت ده الرهبان قتلوا بكل ما عندهم، لكن قائد السفاحين كان ماهر جدا، فنينج اخرج اصدقائه من ارض المعركة ووقف يقاتل لوحده زي الاسد. وهنا ين ضربه بالنار لكنه فضل عايش وقاتل لحد اخر نفس عشان يمنع الجنود من الوصول للرهبان، فين نزل فيه طحن باستخدام السكاكين لحد ما خلص عليه تماما. تاني يوم بنعرف ان كبير الرهبان اتمسك رهينة، وهنا ووداو واطفال الشاولين اخدوا اكل من اجل تقديمه للجنود عشان يحرروا كبير الرهبان. في البداية الجنود حاولوا يمنعوا الاطفال وضربوا عليهم نار، لكن الاطفال قالوا انهم مش عايزين يأذوا اي حد، وفي النهاية الجنود صاحبوهم واكلوا منهم. لكن فجأة في ضابط ندل ظهر وضرب نار على كل الجنود اللي تعاونوا مع اطفال الشاولين وامرهم بالهجوم عليهم وعلى ووداو. وهنا ووداو اظهر مهاراته الاسطورية في الفنون القتالية وبدأ يحارب عشرات الجنود لوحده، ده غير انه كان بيدمج فن الطبخ مع الكونج فو، وقدر انه يمسك الجنود يروق عليهم بضرباته السريعة وهجماته المدمرة. في النهاية ووداو انتصر وحرر كبير الرهبان من الاسر بمساعدة الاطفال. في الوقت ده اهل القرية حسوا بسعادة لان الرهبان رجعوا بعد ما حرروا الاسرى. وهنا هو قال للجميع انه زمان كان جنرال فاسد بيحب القتل والدم، لكنه اتغير واصبح طيب وبيحترم الفقراء والضعفاء، ووعد الناس كلهم انه هيدافع عنهم لاخر نفس. بعد كده راح لوداو وطلب منه يبقى دراعه اليمين في الحرب ضد ين واتباعه، فوداو وافق على طلبه. بالفعل ين هجم على مدرسة الشاولين مع جنوده وامر بقتل جميع الناس الابرياء، لكن رهبان الشاولين قتلوا لحد اخر نفس ودافعوا عن الجميع ببسالة. حتى الراهب كونج قاتل قائد السفاحين عشان ينتقم لصديقه نينج ويرجع حقه، بس في وسط المعركة هو لمح ين وطلب منه يوقف الحرب، لكن ين اصر على القتال وبدأ الهجوم بدون تردد. في الوقت ده الانجليز الخونة جهزوا مدافعهم وضربوا نار على مدرسة الشاولين عشان يقتلوا الرهبان والجنود الصينيين. ومع ان في انفجارات في كل حتة، كونج ضحى بحياته وخلص على قائد السفاحين عشان ينتقم لصديقه نينج، ده غير ان باقي الرهبان انقذوا الناس الفقراء من الخطر. حتى الكبير قاتل لحد اخر نفس وهو بيحارب الجنود. في الوقت ده هو قدر انه يغلب ين اخيرا، لكنه رفض يقتله وحاول ينقذه. وهنا في قذيفة مدفع ظهرت فجأة، فهو ضحى بحياته عشان ينقذ ين. طبعا ين اتفاجئ وما كانش مصدق عينيه لان هو ضحى بحياته من اجله. ولما خرج لساحة مدرسة الشاولين شاف الدمار
اللي الحرب سببته وكل الابرياء اللي ماتوا، فبكى من الحزن وندم على افعاله. في النهايه الرهبان غفلوا الانجليز الاندال وخلصوا عليهم تماما، بس للاسف مدرسه الشاولين اتدمرت. وهنا بنعرف ان ووداو اخرج كل الاطفال والناس الفقراء من القريه وهرب بيهم للجبال عشان ينقذهم من الحرب. ولما شاف الدمار اللي حصل حس بحزن شديد وودع صديقه الجنرال هو للمره الاخيره. وده كان ملخص الفيلم. اشترك يا صديقي عشان توصلك اقوى الملخصات كل يوم، واشوفكم عما قريب باذن الله.